أهلا فيكم في قناتي. إذا شدكم موضوع قصة اليوم وهذه أول مرة تشوفوني فيها فلا تبخلون علي باللايك كمان بالاشتراك. وبعد ما تسمعون ذي القصة ضروري أبى تعليق يوصف رأيكم بهذه القصة، لأنه هذه القصة صراحة أنا سمعتها من أشخاص مرة كثير. يمكن أنتوا قد سمعتوها لأنها جدا شهيرة، لكن أنا ما اقتنعت فيها. لا نطول في المقدمة ويلا نبدأ بقصة اليوم. مصدر اليوم اللي أخذت منها القصة يدعي أنه القصة حصلت معه شخصيا، فأنا حتبنى قصته على أساس إنها صارت معي أنا. يقول أول شي صاحب القصة: أخواتي وأخواني الأعزاء، القصة هذه حصلت معايا، وإذا أنا سمعتها من أي شخص ما راح أصدقه، لكنها حصلت معي. فيقول هو إنه نشر هذه القصة للعظة وكمان لأنه تحذير الأشخاص الآخرين من أنه ما يرتكبوا نفس أغلاطهم. قبل 30 سنة كنت أعيش أنا وأهلي في المملكة العربية السعودية في أحدى القرى، تحديدا في جنوب المملكة. وأهلي زيهم زي باقي الأهالي كانوا يحذروني إني ما أقرب من الآبار اللي موجودة في القرية وخارج القرية، وبحجة إنه كان في جني جوة الآبار هذه اسمه مشعاب البئر. يقولون إذا أنت قربت من هذا البئر وحطيت راسك، يعني شفت البير هذا، يجي الجني مشعاب البئر هذا ويسحبك. فكانوا مرة يشددون على كل الأطفال ما حد يقرب من البئر، ولازم أي بير وآبار موجودة هناك لازم يكون معك شخص بالغ كبير معك. فكنا كل الأطفال اللي موجودين في القرية نخاف من الآبار وما حد يقرب من أي بير موجود في القرية الحالة. وقريتنا ما كانت الوحيدة اللي أهاليهم يحذرون فيها أطفالهم من الآبار، بل كان هذا الشيء جدا شائع في كل القرى الموجودة حوالينا. حرفيا ما كان في قرية ما كانت تتداول هذا الموضوع وتحذر أطفالها من أنهم يقربون من الآبار. إلا قريتنا كان فيها شيء إضافي فوق التحذير حق إنه ما نروح عند الآبار. كانوا يحذرونا من مكان اسمه قصر الملك. قصر الملك هذا مكون من 3 طوابق وكلها مصنوعة من الحجر، وموجودة في وسط القرية، ومحاطة ب4 حدائق من كل الجهات مغطيتها. والقصر كان في موقع استراتيجي تحديدا في وسط القرية. لكن الشيء الغريب اللي كان يخوفنا انه كل الاراضي اللي حوالين هذا المبنى كلها كانت مهجورة وقاحلة، وما كان في اي شيء يمشي حوالين هذا القصر، قصر الملك. أنا وأصحابي وكل الأطفال اللي موجودين في القرية كنا نجتمع مع بعض ونحكي لبعض قصص عن قصر الملك. كل واحد كان يألف، اللي يألفون قصة تخوفنا، اللي يقول شفنا أحد هناك، اللي يقول رحنا هناك وصار لنا الشيء الفلاني. فكنا ننشر إشاعات مع بعض عشان نخوف بعض، وكان الموضوع هذا هو مسناد الجلسة، أي هو الشيء اللي يساندنا ويغير وقتنا ويغير جونا ويخوفنا ونتسلى ونحن ننشر الإشاعات عليه. ووقتها كان عندنا سيستم في هذه القرية، ومو بس هذه القرية، أغلب القرى اللي حوالينا. السيستم هذا هو إنه نصحى 8 الصباح، ننام 8 العشاء. بعد 8 العشاء ما تلاقي ولا أحد موجود في الشارع، كل الناس ينامون في بيوتهم، ونادرا تلاقي شخص في آخر الليل موجود برا في الشارع يمشي، لأنه ما كان في أي كهرباء عندنا في القرية. ومرت الأيام وكبروا الأطفال، وأنا من ضمنهم كبرت وصرت مراهق. أغلبنا كنا مراهقين هناك، وخلاص الكهرباء جات في أغلب البيوت اللي موجودة، يعني تقريبا نص القرية. وكمان في أشخاص نقلوا الرياض واللي نقل جدة عشان هناك المدينة مكتظة وفيها الكهرباء أكثر وخدمات أكثر، وصاروا بس يجونا في الأعياد والمناسبات، يجون عندنا القرية أو الديرة حقتنا. وفي العيد جو أغلب الأسر من جدة والرياض ومناطق المدن، وجابوا كمان معاهم أصحابنا اللي كانوا أطفال بعدين الحين صاروا شباب. في ذيك الأيام كنا نجلس نسهر إلى ما بعد العشاء، يعني كنا نخرج ما بعد العشاء ونسهر إلين الفجر كل يوم لما يكونوا يجون ذول الأشخاص يزورونا، لأنه كنا سهرانين وما في أي شيء نسويه. والوقت كمان كان جدا يمشي بشويش وببطء. كنا جدا طفشانين، نبغى شيء، نبغى حاجة نلعب فيها، نبغى شيء نضيع فيه وقتنا. فقرروا ذول الشباب اللي جايين من مدينة جدة والرياض إنه يبون يبنون ملعب كورة بأحد الأراضي القريبة جدا من قصر الملك. بحكم إنها كانت أراضي فاضية ما حد مستفيد منها، قلنا إنه خلاص خلينا نبني ملعب كورة ونلعب نحن الشباب. واتفقوا إنهم حيساووا الأرض بعد صلاة الظهر في يوم الجمعة في اليوم الثاني. وأول ما انتشر خبر إنه حنسوي ملعب كورة،
بدوا بنات وأطفال ونساء وآباء حتى يتناقشون هذا الموضوع، صاروا يناقشون هذا الموضوع يقولوا لا يمكن إنه أنتوا تبنوا ملعب كورة جنب قصر الملك. نحن ما نبي أي مشاكل من اللي يسكنون في ذاك القصر، ما نبغى أي مشاكل، ما نبغى أي غضب أو سخط يجي على قريتنا. لكن مع الأسف نحن ما سمعنا الكلام، وخصوصا أهل المدن بدوا يقولوا إنه هذه خرافات، إنه ما في أي شيء زي كذا، إنكم أنتم مرة مكبرين الموضوع، وإنه لا نحن حنبني ملعب كورة، يعني حنبني ملعب كورة. وفعلا مر اليوم وجاء يوم الجمعة، ويقولوا إنه صلوا الجمعة كلهم، وبعد صلاة الجمعة جابوا الشيول، عرفتوا ذاك الدبابة، بحط لكم صورتها فوق، هذه اللي تشيل التراب وتساوي الأرض. ووقتها اجتمع حرفيا كل سكان القرية من آباء، أمهات، أطفال، بنات، رجال، كلهم قاعد يجتمعون في الصباح بعد صلاة الجمعة، وجالسين يطالعوا، جالسين عند الأرض هذه قريب من الأرض، ولدرجة حتى أنهم فرشوا صفر وجالسين ياكلوا، يعني جالسين يتغدوا، عشان بس بيشوفوا إيش نهاية الشيء هذا اللي حيصير، إيش نهاية لما يجوا ذولا يحفروا ويساوي الأرض جنب قصر الملك، إيش حيصير لهم. كانوا يحذرونا، كانوا يقولون لا تبنون ملعب كورة جنب قصر الملك، لا تبنون ملعب كورة جنب قصر الملك، لكن نحن ما سمعنا الكلام. نحن جالسين فجأة صرنا نسمع صوت الشيول أو هذا الجهاز اللي يشيل التراب بدأ يقرب، بدأ نسمع أصوات، صوت قوي، وقرب قرب قرب، ووقفوا واحد عجوز كذا وقف قدام الشيول، فتلاسنوا في الكلام وقال له انصرف، ما نبغى أي مشاكل، ما نبغى تجينا لعنة، ما نبغى يجينا سخطهم علينا ومن هذا الكلام. وكمان حقين المدن بدوا انه يتكلموا مع هذا الرجال العجوز، بيقولوا له لا تصدق هذه الخرافات، وهذه بس مجرد خرافات، وانت ايش قاعد تقول، وخلاص بعد عن الشيول لا يجي يدعسك، يعني بعد على جنب شويه لو سمحت، هذه بس مجرد خرافات. فقال لا تكررون لنا مأساة صارت معانا من زمان. قال لها ابكى وراك انت، بعد شويه لو سمحت خلي الشيول هذا يجي يبني. طبعا ما بهذا الاسلوب، بس ان انا يعني دمجتكم. فانقسمت قريتنا لنصهم مؤيدين الموضوع، نصهم معارضين انه لا تبنون او لا تساوون الارض وتبنون ملعب، ونصهم يقولون الا عادي خليهم يبنون وهذه مجرد خرافات وما قد صار شيء من زمان ومدري ايش. ولكن يعني المعارضين اكثر من المؤيدين، لانه اغلبهم كانوا خايفين من الاشاعات اللي كانت تطلع، وكبروا في هذا المكان وعاشوا في هذا المكان. وللأسف الشيول هذا خلوه يروح، لأنه احترموا هذا الرجال العجوز واحترموا أغلب سكان أهل القرية. في اليوم الثاني تحديدا يوم السبت، في سوق اسمه سوق السبت يجتمعون فيه أغلب القرى، كل سبت يصير هذا السوق موجود يعني أو ينفتح هذا السوق، ولازم تروح له الصباح مرة بدري. يبيعون فيه أرانب، دجاج، بط، أغلب ذي الأشياء والأشياء اليدوية، الملابس. تقريبا سوق السبت هذا يفتح قريب من قريتنا ويجتمعوا أغلب القرى فيه، ونحن في سوق السبت اللي نسمع صوت وكلنا بدأنا نجري، والآباء وكان في إمام يحاول ما يخلينا نجري، لأنه كلنا عارفين قاعدين نجري لإيش. كنا جالسين نجري للشيول وهو شغال في قريتنا، كنا قادرين نسمع صوته من سوق السبت، فكنا مرة متحمسين وقاعدين نجري ونشوف هل حيبنوا الملعب. وكمان هم استغلوا هذا الوقت لأنه أغلب الآباء والمعارضين كانوا في سوق السبت، فما كان عليهم كلمة وقتها، يعني ما في أحد يقول لهم وقفوا أو بيجي عجوز قدام الشيول. وترقبوا ايش راح يصير في الجزء الثاني. اتمنى انه هذا المقطع عجبكم. الجزء الثاني ان شاء الله حينزل بكره او بعد بكره، لانه احس انه طول المقطع، واتمنى جد 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 فعلا انكم تدعموني، تشيرون هذا المقطع، تعطوني اشتراك ولايك، وكمان حرفيا تكتبوا لي تعليق جميل يمثلكم يمثل طيبتكم. اتمنى انكم استمتعتوا في هذه القصة، واتمنى اني حمستكم. ننتظر الجزء الثاني. سلام.